صاحبة خدت بعضي القصة وطلعت هتشوف على كل أوضة تعليقاتكم الراجل وده وجوزي راح لأنها على هتاخد أوضة أهم الست قرار في وقعدنا حياتها. أسبوع كامل على قبل ما الحال نبدأ، ده. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي حنان، أنا عندي 19 سنة، أنا اتولدت من أسرة فقيرة جدا، عشت طفولتي طفولة عادية، واتجوزت من وأنا صغيرة من ورا عندي 19 سنة من ابن جارنا. بعد ما اتجوزت طبعا الظروف زي ما انتوا عارفين في بداية الحياة ما كانتش ألطف حاجة، والظروف المعيشية كانت صعبة جدا. كمان المنطقة اللي احنا كنا عايشين فيها ما كانش فيها شغل كتير لأننا كنا قرية. عشان كده أنا وجوزي قررنا إن احنا لازم ندور على شغل في محافظة كبيرة أو في منطقة كبيرة، وندور على شغل فيه ونستقر. جوزي سافر الأول لمحافظة كبيرة لغاية ما لقى شغل علشان يشتغل يعني، ولما لقى شغل في فيلا، راح اشتغل سواق في فيلا كده عند ناس عندهم فلوس كتيرة قوي. الفيلا اللي جوزي راح يشتغل فيها دي كان فيها ست وراجل، بس دول كانوا كبار في السن شوية. المهم يعني هو بعد ما اشتغل معاهم قعد يحكي لهم يعني ظروفه، وان انا قاعدة في بيت عيلة يعني، وان هو كمان متضايق علشان بيدفع ايجار وكهرباء ومية، واقترح عليهم ان هو يجيبني واشتغل شغالة يعني عندهم في البيت وكده. فهم طبعا الناس دي علشان لما شافوا انه هو بيشتغل كويس وانه هو امين سواء امين معاهم وانه هو يعني محترم وكده، فقالوا له خلاص ووافقوا وقالوا له هات مراتك وخليها تيجي تقعد وتشتغل عندنا. فالمهم ان انا سافرت له وبدأنا نشتغل انا وهو. جوزي كان بيشتغل سواق وانا بشتغل في البيت بقى النظافة بتاعة البيت والترويق وكده. وكانوا هما مدينا سكن، والسكن ده كان عبارة عن أوضة، والأوضة دي كان فيها حمام، وكانوا في الجنينة. أنا كنت ساعتها فرحانة جدا وطايرة من الفرح لأني بقيت أنا وجوزي مستقرين وبنشتغل مع بعض الحمد لله وعايشين، وكمان ما بندفعش طبعا لا إيجار ولا نور ولا مية ولا كهرباء ولا أي حاجة من الحاجات دي اللي انتوا عارفينها طبعا اللي بتخلص على المرتب من أول الشهر. فالحياة الحمد لله كانت تمام، وكنا مبسوطين جدا. الراجل والست دول على قد ما هم كانوا كبار في السن، لكن هم كانوا طيبين جدا وكانوا بيحبوا الحياة، كانوا بيحبوا الخروج، بيحبوا يسهروا، بيحبوا يتفسحوا دايما. كنت دايما أنا وجوزي بنتفرج عليهم رايحين يسهروا، وطبعا سعداء في حياتهم جدا. فطبعا أنا كنت بقول يا ترى لما أكبر هل أنا وجوزي لما نكبر في السن هنفضل نحب بعض كده؟ وكانوا بيعاملونا برضو زي ولادهم، يعني كانوا بيعاملونا زي عيالهم بالظبط. يعني هما ما عندهمش كمان عيال. المهم فضلنا ان احنا شغالين عندهم والامور كانت تمام لغاية ما في يوم كده من الايام، بصراحة يعني مش بدأت ان انا الاحظ ان الراجل الكبير صاحب البيت ده بيقعد يبصلي كتير جدا، ومش مرة ولا اتنين، لا ده مرات كتير. وكان دايما يقعد يقولي هو انتي ليه بتقعدي على طول لابسه الطرحه كده؟ ليه دايما بتقعدي خانقه نفسك قوي بالطرحه؟ على فكره انتي عارفه ان احنا يعني عادي، وان انا يعني كبير وكده وممكن ان انتي تقعدي براحتك، يعني يا ستي اعتبري نفسك ان انتي كأنك في شقتك، يعني عادي كده فكي. انا طبعا كنت محجبة وبشتغل بالحجاب يعني ملتزمة بيه. والراجل يعني على قد ما هو كان برضو بيعاملني حلو، على قد برضو ما مراته كنت بلاحظ ان هي بتعامل جوزي حلو دايما. يعني مثلا بلاقيها على طول بتجيب له لبس، ولبس بقى من اللبس اللي هو الغالي اللي بتجيبه لجوزها. الاقيها مثلا تقوم جايبه لنا بالليل حاجات كده زي حلويات. وفي مره من المرات الاقيها جايبه جوزي هدايا، جايبه له مثلا جزمه غاليه ولا جايبه له ساعه غاليه. يعني الراجل والست كانوا بيعاملونا بالطريقة دي. انا وجوزي كنا عادي واخدين الموضوع عادي، يعني الراجل والست بيحبونا اكيد بقى علشان شافونا ناس امنا ومحافظين يعني على بيتهم وكده، فاكيد دي معاملة بالنسبة لنا يعني عادية. ما كناش نعرف بقى ان الموضوع وراه خبايا لغاية بقى ما عدى على شغلنا كده حوالي كده تقريبا سنتين. ولقيت كده في مرة من المرات الست جاية بتقولي انا عايزك تجهزي لنا سفرة حلوة كده النهاردة، يعني تعملي عشاء، والعشاء ده خليه يكفي 4 أفراد، وخليه يا ستي بزيادة كمان. قلت لها خلاص. انا فاكرة بقى ان هيجيلهم ضيوف وكده، وكمان كلمت جوزي علشان يجيب الاكل من بره علشان اجهزه،
وجوزي فعلا راح جاب الطلبات وظبطت لهم القعدة وظبطت السفرة وخليتها على سنجة 10. ولقيت الست نزلت وبتقولي يلا بقى روحي البسي كده حاجة جديدة وغيري هدومك دي وتعالي يلا. رحت طبعا غيرت هدومي وجيت. وهنا بقى اتفاجئت المفاجأة الكبرى اللي ما كنتش متوقعاها، ان هم طلعوا عاملين العشاء ده يعني لينا، عازميننا يعني على العشاء ان احنا نقعد مع عشاء، نقعد نتعشى معاهم وكده. انا وجوزي طبعا كنا مستغربين جدا، ده عاملين سفرة بالشيء الفلاني وبتكاليف بالشيء الفلاني، بس في نفس الوقت كنا مبسوطين وفرحنا. يعني قلنا ده اكيد هما بيعتبرونا زي ولادهم، عايزيننا مثلا نقعد ناكل معاهم ونتعشى معاهم، فدي حاجة حلوة قوي يعني، مش وحشة. المهم قعدنا بقى نتعشى وكنت فرحانة كده، وعاملين بقى اكل يعني عمرنا ما كلناه، فراخ بقى ولحمة ورز بقى ومكرونة وصواني بقى بطاطس باللحمة المفرومة على بشاميل على بفتيك على ملوخية بقى وشوربة وجمبري، كل حاجة يعني حمام بقى، كل حاجة كان نفسنا فيها كانت محطوطة على السفرة. قعدنا بقى نتعشى، قام لقيت بقى الست كده راحت متكلمة فجأة كده ونطقت وقالت لي انتي بتحبي جوزك؟ قلت لها اه طبعا بحبه. قالت لي طيب وبتحبي الفلوس؟ طبعا لقيت السؤال بتاعها ده سؤال غريب. قلت لها طب ومين يعني في الدنيا ما بيحبش الفلوس؟ قالت لي طب بصي بقى يا ستي، انا هسيب جوزي يتكلم علشان عندنا بقى ليكم عرض حلو قوي، ولو وافقتوا عليه انتوا الاتنين هتكسبوا من وراه الدهب دهب. جوزي راح بصلي كده واحنا قاعدين بقى مستغربين، قلنا طب يا ترى هي الناس دي عايزين مننا ايه؟ بدأت الافكار تيجي على دماغنا كده شوية بقى، والراجل نطق وقال، لقيته بيقول انا ومراتي علاقتنا بقت فيها ملل قوي، وبقى فيها نوع من الملل، واحنا عايزين يعني ولو نكسر الملل ده شوية. فقلنا نكسره مع مين؟ قلنا طبعا نكسره معاكم، انتوا عشتوا معانا وشفتونا وعارفين بقى شخصيتنا، واحنا بصراحة بقى استأمناكم وارتحنا ليكم، وانتوا كمان مرتاحين لينا، فاحنا حابين نعمل معاكم الديل ده. بس طبعا المقابلة بتاعتها المقابل يعني بتاع العرض ده هيكون حلو قوي وهيعجبكم قوي. بقيت انا وجوزي بنبص لبعض ومستغربين مستنيين الراجل يكمل الكلام. طب انت عايز تقول ايه؟ احنا لحد دلوقتي مش فاهمين اي حاجة. يا عم اتكلم، الكلام طبعا مش مفهوم. طبعا انا كنت بقول الكلام ده في سري، يعني انا ما عنديش الجرأة ان انا اقول في وشهم كده، يعني مش هأرضي الجرأة ان اقول له اتكلم. المهم بقى بص راح قايل بصوا، انا ومراتي اتفقنا ان احنا وانتوا هنبدل مع بعض. ازاي يعني؟ قلنا له يعني احنا ازاي؟ انت مش فاهمين انت بتقول ايه؟ بيقول انا اكون على علاقة بيك لمدة اسبوع ومراتي تكون على علاقة بجوزك لمدة اسبوع، ويا سيدي لو زعلانين احنا ممكن نمشيها جواز عرفي، وده طبعا هيكون لمدة اسبوع بحيث ان هي تحس انها رجعت للشباب، وانا كمان نفس الموضوع، وهو في الاول وفي الاخر ده كله بمقابل. طبعا انا ساعتها اتصدمت، والصدمة ما كنتش ساعتها مستوعبة الكلام اللي انا سامعاه، على عكس بقى جوزي اللي كان قاعد هادي ولا كأنهم قالوا اي حاجة. يعني الراجل عايزني والست عايزة اقول ايه الهبل اللي انا سامعاه ده؟ ايه اللي انا سامعاه ده؟ اكيد انا بحلم، اكيد ده مقلب، بس للاسف هما كانوا بيتكلموا جد. وساعتها الست لما شافتني مصدومة من الكلام قالت لي انا مش عايزة اردك دلوقتي، قومي يلا انتي وجوزك روحوا على اوضتكم وتشاوروا بقى مع بعض، وبكرة بقى ان شاء الله اخر النهار تجولي وتقولي الرد ايه. لو طبعا انتوا وافقتوا كان به، اما بقى لو مش موافقين عادي جدا هنفضل زي ما كنا، انتوا شغالين عندنا وعادي، والموضوع هيستمر ومفيش اي مشاكل. رحت انا بقى على اوضتي ودماغي كانت عماله تودي وتجيب، ايه الناس دي؟ ايه الناس دي بتفكر ازاي؟ انا كنت ساعتها هتشال، واللي صدمني بقى اكتر هو هدوء جوزي. جوزي كان هادي جدا، جوزي كان واحد غريب، ده كان قبل كده بيغير عليا لو حد بصلي، كان ممكن ساعتها يعمل فيها اي مشكله. ازاي مثلا هو قاعد وسامع الكلام ده؟ ازاي قاعد بكل الهدوء ده؟ انا طبعا كنت مستغرب. ده اقل حاجة جوزي المفروض كان يعملها ان هو يقول لهم انا اسف سلام عليكم احنا هنمشي وناخد بعضنا وطبعا ونرجع البلد. بس طبعا لما لقيته بيقول لي اتصدمت بقى اكتر، لما لقيت جوزي جاي وبيقول لي ايه رأيك بقى في الكلام اللي هم عرضوه علينا؟ قلت له ايه انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ كلام ايه هو ده محتاج رأي؟ مستحيل طبعا، مستحيل ان انا اوافق على حاجة زي دي، ازاي يعني نتبادل مع بعض والهبل ده؟ لا 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 لا. قال لي طيب اهدي بس، افهمي بس الموضوع، انتي مثلا لا تعرفيهم ولا كمان هم يعرفونا،
يا ستي ده احنا مجرد بس شغالين عند الناس دي، والناس دي بقى عندها فلوس كتير وجيوبهم مليانة فلوس، وبالنسبة لهم المبلغ اللي هيديهولنا ده هيغير حياتنا، وهيخلينا بقى نعيش في بلدنا ناس كده محترمين، وساعتها هيتعمل لنا ألف حساب، والناس كلها تبوس ايدينا. يا تيتي ده اسبوع واحد انتي هتقضيه مع الراجل وخلاص الموضوع هيخلص، يا ستي بقى ما تكبريش الموضوع. قلت له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا مستحيل، انا اصلا مستغربه ان انا سامعه منك الكلام اللي انت عمال تحكيه لي ده. المهم ان انا لقيت جوزي اتضايق مني وغضب مني. طبعا بعد يومين تلاتة كده وافقته، وطبعا انا كنت ساعتها هموت، مش عارفه ازاي جوزي هيخوني مع الست دي، وان انا كمان هخونه مع الراجل ده. طبعا قال لي احسبيها صح كده، هتلاقينا هنطلع لفوق، ما هو كله هيحصل قدامي وقدامك يا بنتي، الموضوع ده فرصة وجات لينا مش عايزين نضيعها. قعد يزن على وداني ويوسوس لي، والشيطان كمان وسوس لي طول الليل، لغاية ما خلاني بقى اقتنعت، وللأسف اقتنعت غصب عني. وكل ده طبعا علشان بحب جوزي وما اخسروش، لانه كان ناوي ان هو يطلقني، ما كنتش عايزة اخسره. وتاني يوم للأسف ردينا على الراجل والست دول بالموافقة، ورحت بقى ساعتها واخدة بعضي على اوضة الراجل وهو برضو جوزي، وهكذا قعدنا اسبوع على كده انا مع الراجل وهو كذا. ما كنتش بقى ساعتها طايق نفسي، وما كنتش مستحملة ان هو اصلا يقرب لي، بس لما كنت بقى بفتكر المبلغ وبفتكر جوزي كنت بفرح، وكان بيهون عليا شوية. لكن جوزي اصلا ده ما كانش همه، هو كان عايش حياته بالطول والعرض، كان عايش حياته مع الست دي عادي جدا. المهم بعد الاسبوع ما خلص وخلاص بقى اتجمعنا تاني، قام جوزها بقى ادالنا الشيك بالمبلغ اللي هو كان قايلين عليه، وقالينا دلوقتي بقى تقدروا براحتكم تشوفوا حياتكم، اما احنا بقى هنرجع نسافر تاني على البلد اللي احنا كنا عايشين فيها، لاني عرفت ان هما كانوا عايشين في بلد اوروبي، وقالوا يعني ان هما هيستقروا هناك، وناويين ان هما مش هينزلوا تاني. وطبعا ده كان عادي بالنسبة لهم، بقى اللي عملوه ده مش فارق معاهم. المهم اخدنا الفلوس انا وجوزي ورجعنا بقى على بلدنا. ساعتها اشترينا شقة كبيرة، وجوزي بقى ساعتها جاب عربية وراح فاتح له كده مشروع، والناس بقى كانت مستغربة يقولوا ايه الفلوس اللي جات لهم دي، معقولة يعني جالهم فلوس لدرجة ان هي في الاول ما كانوش هم لاقيين حاجة يشتغلوها وفجأة جالهم المبلغ ده. المبلغ كان حلو جدا، خلانا نأمن مستقبلنا، بس انا بقى ما كنتش مرتاحة. كنت فاكرة في الاول ان الفلوس دي هتحل كل المشاكل، وفاكرة ان الفلوس دي هتخلينا انا وجوزي نعيش في سعادة تامة، لكن للأسف انا كنت غلطانة. فرحنا بالفلوس بقى يومين تلاتة اسبوع شهر، بعد كده خلاص ما عادش عندنا رغبة في اي حاجة، خصوصا بقى بعد ما جوزي يعني مسك القرشين دول، بقى عنده بقى فلوس، بيركب عربيات كتير، بدأ بقى يبص لدي ولدي، وبدأ يخوني مع دي ودي. وطبعا بقيت انا وهو كل يوم في مشاكل، يوم ورا التاني على طول مشاكل، ما بقيتش مرتاحة. واللي قهرني وكسرني اكتر من كده ان فجأة بنتي جالها مرض، يعني جالها على القلب مرض كده الثقب فيه، وتوفت على طول. نسيت اقول لكم في بداية الحكاية ان انا كان عندي بنت، وللأسف بنتي ماتت بعد ما مسكنا الفلوس دي بشهر واحد بالظبط. ساعتها الدنيا اسودت في وشي، ما بقيتش عارفة ايه اللي بيحصل لنا ده، هل اللي بيحصل لنا بسبب ان احنا وافقنا على حاجة حرام، ولا علشان انا بأنب نفسي او ضميري بيأنبني. مش قصة ضميري بيأنبني، قصة فعلا ان الفلوس دي اول ما دخلت علينا بخراب. فعلا الفلوس دي غيرت جوزي وغيرتني انا كمان وخدت بنتي، بس انا بقى غيرتني للأوحش، خلت نفسيتي تحت الصفر، قصاد كده كلام الناس اللي كان عمال يتقال علينا في الرايحة وفي الجاية، ويقولوا معقولة دول رايحين من قيمة سنة ونص، او من قيمة سنة وسبعة اشهر، رايحين مش حيلتهم اي حاجة، وبعدها يرجعوا يجيبوا عربية ويجيبوا شقة ويفتحوا مشاريع. اكيد بدأ يتقال علينا كلام كتير. انا مش عارفة اعمل ايه، انا بيني وما بينكم ما عدتش مرتاحة، ما بقيتش مرتاحة مع جوزي وما عدتش طايقاه، واوقات كتير كمان بقعد الوم نفسي، اوقات بقعد الوم جوزي واقول ان هو السبب في كل اللي حصل لي ده، برغم ان انا شايفة ان هو اصلا مش في دماغه، ده حتى موت بنته ما اثرش فيه، عايش حياته بالطول والعرض، وبقى بيعاملني معاملة وحشة، والخيانة بقت عنده بقت مرض. ما بقتش مستمتعة بالفلوس دي،
للأسف بقى بعد ايه، بعد ما خسرت نفسي. المهم ان انا جيت احكي لكم الحكاية دي مش عشان تلوموني، لا، علشان تنصحوني وتقولوا لي اعمل ايه علشان اطلع من القرف اللي انا فيه ده. هل اتطلق من جوزي وارجع لبيت اهلي واعيش في الفقر زي ما كنت في الاول، ولا اعمل ايه؟ انا حياتي متلخبطة ومش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، وحاسة بتأنيب ضمير، ومش عايزة اعيش العيشة اللي انا عايزاها دي برغم ان فيها فلوس كتير. وطبعا انا بحكي لكم القصة دي علشان تكون عبرة وعزة لأي واحدة انها دايما ما تقعش في طريق وحش، وانها تتجنب اي طريق من الطرق دي لان نهايتها بتكون وحشة. انا ما استفدتش حاجة من كتر الفلوس، ده انا في الاخر خسرت بنتي اللي هي كانت اغلى حاجة عندي، خسرت الضنا يعني خسرت الحياة. كده الفلوس ملهاش اي لازمة ولا ليها اي قيمة. فالقصة دي العزة والعبرة. وبتمنى لكم برضو انكم تردوا عليا في التعليقات وتقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي. مستنية كل ارائكم وتعليقاتكم.